الأولى والثانية، وآخرها قسم من عندها استخدمت في حرب ضد داعش وأهدوها إلى المولى أبي الفضل العباس. طبعا تختلف استخداماتها. بالبداية كانت القدح أو الفتيلة أو البارود، وتطورت شوي شوي الأسلحة. كذلك هذه المسدسات الموجودة نفس العملية. نجي هنا هذه النحاسيات، هاي مجموعة من الشمعدانات. ووضحنا لكم أن الشمعدان كان يستخدم للإنارة، يعني يخلون شموع. هاي مصنوعة من الفضة، شمعدانات مصنوعة من الفضة. نجي هنا بعض الأواني النحاسية اللي كانت تستخدم قبل، مثل هاي الإبريق والمغسلة أو السلفشة يسموها، والمبخرة. هاي المباخر، هاي مبخرة يخلون فيها بخور. مجموعة من الصور القديمة اللي أخذت إلى ضريح المولى أبي الفضل العباس. هنا عندنا أقدم صورة للعتبات المقدسة، هي العام 1905 اللي صورها مصور ألماني في هذا المكان. يظهر أنه كان نفس المكان هذا هنا باب المتحف ماخذ الصورة. هنا هذه مقطع فيديوي يمثل العدوان اللي حصل على مدينة كربلاء في الانتفاضة الشعبانية المباركة من قبل أزلام النظام البائد. عن الظلمة. هذا هنا هاي توضيح يعني القبة. نعم، هذه القبة اللي ضربت يعني في وقتها. شوف هاي آثار يعني وقفة مع هذه الصورة، أقول وقفة مع هذه الصورة اللي تبين وحشية هذاك النظام. الموجود. هذه الراية اللي كانت موجودة أثناء القصف، يعني أثناء ما قصفت القبة المشرفة. هاي الراية سبحان الله لم تصب بأي شيء. راية أبي الفضل العباس. هنا هذه لوحة زيارة المولى أبي الفضل العباس، مصنوعة من النحاس المؤطرة بالأرابيسك، أهديت إلى الضريح المقدس. كذلك هذه آنية من النحاس عليها بعض الزخارف. هاي مجموعة من الساعات اللي كانت تستخدم داخل الحرم، اللي هي